اسالك سؤال صريح تجاوبني بصراحه. اجاوب والله. تجاوب والله. اجاوب والله. يبدو اكو انزعاج داخل الاعمار والتنميه من بعض اطرافه عندما تم ترشيح مدير مكتب السوداني ابد. احسان ولا العوض، صار اشكال، وبالتالي هددوا بالانسحاب. لا لا لا، واحد منهم ابو جعفر وراح يروح ولا لا، هذا موضوع ابو جعفر قبل القصه هذه. قبل القصه. اي يعني وهم راحوا عليه سيد بهاء وصاير التصوير قبل ايه. لا ماكو اشكاليه، ولا اكو عندنا عضو في البرلمان قال اريد انسحب. ايش معنى احسان العوادي ليش؟ يعني هذا مو طرح. راح تصير دوله مال. هسه خل اقول لك، هسه احنا هذا كلام يحكوا، هسه انا احكي لك المعلومه الاكيده. ايه. طرحه بجدليه مرشحنا من لرئاسه الوزراء سيد السوداني. جدلي يعني شلون هسه احنا مو كل شيء بطار يخرج هو مخرج هو مقرر. طيب دكتور انت تعرف اكثر من عندي ومتابع لقصه الاطار واجتماعاته اكثر من عندي. زين. مو كل شيء يصير بجدليه الكلام والحديث هو يخرج مقرر كتسريب، مثل ما رويترز هاي مثل هاي معيبه، يطلع شخص لشخص وياه سايق بدل الحمايه حتى في سبيل يتسرب معلومه وهي بعد نقاش غير مكتمل. مو صحيحه، وطبلت لها العالم من الصبح وكذا وانتهى. انا شفت في لقاء تلفزيوني قالوا يا بك معودين ولا كنت حكي تعال معودين اكو شيء مو صحيحه، هاي بديهيات لازم نعرفها، احنا مو كل شيء يطلع يسرب له. اكو جدليه صارت يا بيت سيد المالك يقدم البدري زين الاعمار والتنميه ما تقدم احسان العوادي. هاي يعني مو رسمي هو. اعطيني بيان واحد صادر من الاعمار والتنميه بحديث انضمه اذا نريد نقدمه. شنو لا يعني مثل ما قال الاستاذ فالح اجى الرفض الامريكي فقدمته بديل. ختله هي احنا انتم صدق القائمه بالاعمار رفضكم؟ الفيتو الامريكي هذا ايه؟ يعني نهائيا ما له دقه ولا زين. صحيح ولا اكو بلغ، اكو امتعاض من الوضع. ليش الامتعاض من الوضع؟ هسه انا وياك لو نفتخر امتعاض من الوضع لو من الحكومه؟ لا، وضع العام، وضع السياسي بشكل عام، فصائل زين. وضرب وكذا وهذا، هاي القصه. زين. هذا الامتعاض نقلته الولايات المتحده الامريكيه الى العراق، انه احنا بحرب وانتم ما تقدرون تسيطرون جايين نضرب. مثل ما اكو مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اكو تريد اكو بعض القضايا مع العراقيين انه يخاف المصالح الامريكيه وراحوا سدوا هرمز.